لإحلال وتجديد في منطقة نصر النوبة ال10,000 فدان. كل ده وصلنا فيها لخطوات مدروسة، وحواريكم درسناها ازاي بخطوات علمية، ووصلت إلى متخذ القرار ازاي. كل نقطة من النقاط اللي احنا قلناها دي تابعة للوزارة. عملنا ورش عمل، وانا كرجل اداري تنظيم وادارة، انا ما اروح اسكان مش هعرف اتكلم غير لما نجيب ناس متخصصة في الاسكان، مهندسين، وكانوا شباب نوبيين هم اللي كانوا بيساعدونا. انا كاتب ان هو كل الوزارات اللي احنا اشتغلنا بيها، ومع الناس اللي احنا اشتغلنا فيها في الوزارات المعنية، وازاي نربط مع الوزارة ومدير المديرية هنا في القاهرة في أسوان. ودي كانت أول مرة تحصل في تاريخ النوبة، كيفية الربط ما بين الوزارة ومدير المديرية من خلال النادي النوبة العام. كلنا بنصب في الآخر إلى محافظة أسوان. المرحلة الأولى اللي هي وزارة الإسكان، اللي هي 5221 كانت مع وزارة الإسكان، ال10,000 فدان كانت مع وزارة الزراعة والري، الفصل دائرة نصر النوبة مع السياسات. هوريكم صوت وصورة احنا اشتغلنا ازاي مع الناس دي. اتفضل. طبعا انتوا سمعتوا في الفيلم التسجيلي وزير الاسكان المغربي، وعلى فكرة اول مرة كان يجي وزير، جبته انا هنا في نصر النوبة المغربي، وجينا هنا ونزل بنفسه شاف منطقة نصر النوبة. وعندنا ما يثبت من دلائل ان نصر النوبة لا تصلح للاسكان، لا اما هتكلف الدولة كتير. البيت ال 172 متر عشان البيت يقف صح هيكلف الدولة 300,000 جنيه، والدولة ما عندهاش استعداد تدفع في بيت 300,000 جنيه، وممكن يتم إحلاله وتجديده مرة أخرى. محافظ أسوان، محافظ أسوان السابق رحمة الله عليه، طبعا أغلبيتنا ما بيحبش محافظ أسوان السابق. على فكرة هوضح حاجة، القرارات التي صدرت من ال5 مطالب صدرت من أيام رحمة الله عليه سمير يوسف، والتنفيذ ربنا يقويه المحافظ الجديد مصطفى السيد اللي ان شاء الله يتم في عهده باذن الله. محافظ القاهره سمير فرج، واحنا على فكره مش بنيجي هنا بس، لا احنا بنروح الاقصر، منشيه النوبه في الاقصر، بنروح تباس وعافيه اسنا، اسكندريه، السويس، اسماعيليه، بورسعيد، اي نوبي في اي مكان بنروح وبنمد ايدينا وبنشوف مشاكله ايه وبنحلها في ارض الواقع، وهنوريكم صوت وصوره. محافظ هنا تماس وعافيه اسنا، وزير الاسكان، واحنا رايحين على طول وجايين. وعلى فكره ال6 مناطق اللي تم تحديدها عن طريق وزير الاسكان وعلى فكره والامن العام عشان يتم تحديد ال6 مناطق دي. لكن مع اللي بيحصل حاليا ان هم بيقول لك في مقابل مادي، المقابل المادي نرفضه، كلنا نرفضه، لكن احنا بايدينا اللي نرفضه، لان هم بيقول لك عايز بيت خد بيت، عايز فلوس خد فلوس. لكن احنا يجب ان ننبه اهلنا وناسنا لا داعي لاخذ ماده، لان ده مش في صالح النوبه، وبالذات نصر النوبه، اهلنا في نصر النوبه. احمد درويش وزير التنميه الاداريه، وزير المائيه والري، وزير الداخليه ومشاكله ومطالبنا هناك، وكلاء اول وزاره الاسكان، مدير امن اسوان السابق ده اللي هو مغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير. هنا في ارض الواقع في المناطق ال6 رحنا وحددناها مع بعضينا، هنا مع محافظ اسوان ووزير الاسكان وابراهيم محلب واللي هو مغاوري. هنا في ارض الواقع في المناطق نفسها اللي تم تحديدها.
كيفية الربط ما بين مصر والسودان من خلال نوبة مصر والسودان. إذا كنا احنا 3 مليون موجودين في مصر، فهناك في 7 مليون، وعلى فكرة السودان إذا كانت 38 مليون فهي كلها نوبة. فكان مهم جدا ان احنا نرتبط بنوبة مصر والسودان ويبقى تحت مظلة مصر والسودان عشان نقدر نحمي تراثنا ولغتنا، لان هم هناك فعلا محافظين عليها اكتر مننا. فعشان كده كان يجب الربط ما بين نوبة مصر والسودان. ده هنا بعض اللقطات، وفي طبعا زيارات متبادله ما بين نوبة حنون مصر والسودان. احنا حرف الواو اللي بيربط مصر والسودان. هنا ده طبعا السفير المصري بس اتغير حاليا، صادق المهدي والي الشمالية نقيب الصحفيين والمحامين. عندنا قاعدة بيانات ليس فقط للنادي النوبي العام، للنوبة ككل. عندنا 3 أجزاء من وقت تهجير النوبة سنة 1902 إلى يومنا هذا. ال3 أجزاء دول فيها كل ما الإحصائيات اللي موجودة عن النوبة، إزاي النوبة اتهجرت، أخذوا إيه، كل قرية على حدة. وعلى فكرة في قيادات موجودة هنا كتير شافت الحاجات دي، وهتطلع الحاجات دي ان شاء الله باذن الله قريبا، وهيبقى موجود في كل مكان فيه نوبيين، لان ده تاريخ يجب حفظه. ده الملف اللي معمول ومتوثق من وكالة الأهرام. هاتي زيارة محافظ أسوان للنادي النوبي العام. بس ياخدها اول شيء